لاول مره هصور لكم والاوضه بتاعتي مقلوبه كده. بس والله ده مش اهمال مني خالص، كل اللي عندها اولاد عارفه ان مهما تنظف ما بيبانش على الشقه نظافه. عايزه اقول لكم ان الاوضه دي اصلا الصبح كانت عباره عن فل شمعه منوره. انا جيت لكم هنا في الفيديو ليه بقى؟ اول حاجه قبل اي حاجه وقبل كل حاجه انزلوا اعملوا لايك بسرعه، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه باقصى سرعه عنده. حسام زعلان مني بقاله يومين او 3 ايام، صح؟ بقاله يومين، صح؟ بقاله يومين. انا نسيت زعلان بقاله قد ايه. بس يا رنين بقى، فاحنا هنصلحه ازاي؟ بحاجه هو بيحبها قوي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. حادي بيض جروم بزبادي هنلبس علشان نخرج. وبكده اكون لبست خلاص وجهزت. اخترت الدريس ده ولبسته على الطرحه دي، مع ان عاده مش بلبسه على طرحه غامقه اصلا. ولبست الهيلز الاسود عشان خاطر يليق مع الطرحه، والبس برضو شنطه سودا. هو ده مش بيتربط كده، ممكن تلفيه، بس انا بحب اربطه كده، محبش الفه على وسطي بصراحه. بس كده تعالوا نشوف احنا رايحين فين وهنعمل ايه وهنصلح حسام ازاي. يلا بينا. انت حاطط الشميس كده ليه يا محي؟ زي الناس الكبار. جينا نخرج بلبسه الشميس بتاعي، يقول لي لا انا هحطه كده زي الناس الكبار. ازاي يا محي؟ هما بيعملوه كده وبيمسكوه كده. دلوقتي هتلبسه خلاص؟ يا عيني على الادب. يلا نلبس. وهنا بقى كنا نزلنا خلاص علشان نجيب الكتب بتاعه رنين بتاعه المدرسة، ونجيب بقية الحاجات اللي احنا كنا محتاجينها. لفينا على كل المكاتب وجبنا الكتب وجبنا الحاجة ورجعنا. جيت لكم تاني يوم على طول، ما تأخرتش عليكم. عرفتش اصور اول يوم علشان رحت وانا بشتري الحاجات. حسام جه عشان نجيب الكتب لرنين، فمعرفتش اصور حاجة تانية. اول حاجة عشان نصلح حسام طبعا، اللي هو اصلا مزعلني. هقول لكم سبب الخناقة دلوقتي والزعل اللي هيموتكم الضحك، ماشي؟ اول حاجة عشان نصلحه هنعمل دول، واحنا بنعملهم هقول لكم ايه اللي حصل. استنى يا محني بس عشان ايه اعرف اركز معاهم واقول لهم سبب المشكله. عارفين ايه سبب المشكله يا جماعه؟ الاسدان مش عارفه ماله، بس ماشي. سبب المشكله اللي هو ايه؟ والنبي لو جاني. هحكي لكم في اختصار الاغنيه دي، هحكي لكم المشكله في اختصار الاغنيه دي اللي هي ايه؟ والنبي لو جاني بس ايدي كده وترجاني، انا ايوه وهرجع تاني، ما بقيت اقبل اعذار. حد الله ما بيني وبين واحد قلبه نسيني، اداني بالبوكس في عيني وكمان هو الزعلان. صوتي زي الزفتين، اسفه. بس حبيت احكي لكم المشكله اللي حصلت. وحسام زعلان ليه؟ حسام زعلان عشان هو اداني بالبوكس في عيني، وكمان هو اللي زعلانه. بروح اصلحهم مش راضي يصلح، هو اللي عطاني بالبوكس. وليه؟ هتقولي لي والله كنا بنهزر عادي. عايزين بنهزر، قام بوكس في عيني، فانا عيطت لان عظم وشي وجعني فعلا. عظم وشي وجعني. بس سيبكم من كل ده، مش مشكله يا جماعه. صلحوا جوازتكم برضه، ما هو مش هيكونوا زعلانين منكم، مزعلينكم وزعلانين منكم ومش هتصلحوهم وانتم ما عملتوش اي حاجه. احنا دلوقتي هنصلح حسام ان كل هدومه كلها، شايفين القميص مكرمش ازاي؟ هكوهوله دلوقتي بقى واعمله زينه. ايه رايك؟ والله العظيم هي بالنيات بجد. المكوه معادش راضيه تشتغل فجأة. كنت لسه مشغلاها، شوف لسه مطلعه البخار دلوقتي، والله لسه مشغلاها قبل ما احط القميص وكل حاجه، وكانت شغاله وزي الفل عشان فستان رنين. فجأة ده البخار اللي طالع منها ومعادش راضيه تشتغل على كده. شايفين؟ مش عارفه اوضح لكم ازاي، بس مش معادش راضيه يطلع منها بخار. نيات والله، النيات. مش عارفه بقى نيتي ولا نيته. هتزعل يا حسام، هتزعل. انتوا بتشوفوا يا جماعه، حطوا لايك، حطوا لايك عشان انا بحب ما اخفيكوش سرا. بحكي لكم على كل حكاياتي وحركاتي والمكوى باظ. بحيث كده بقى احنا مش، لا مش هاكل، شكلي مش هاكل. انا طلعت بخار، المكنه طلعت قماش. استنى، طلعت بخار. هنيجي تاني نروح عند القميص مفيش بخار. ده نيات فعلا. طلعت البخار، ايدي حرقتني. استنى كده.
مش هيكوي البخار ده، ما يكويش. لا بيكوي بس والله العظيم انا نفسي ما اكويش حاجه، مش قادره اكوي اصلا اهو. شوف بعمل معاك ايه وانت بتعمل معايا ايه. اشهدوا يا ناس، اشهد يا تاريخ، اشهد يا زمان. ده انا بالبوكس في عيني، وكمان هو اللي زعلان ان انا زعلت ان هو ضربني وعايزني انا اصالحه. لا وانا اللي بروح اصالحه. نصايح ياسمين عز بقى، نعمل ايه؟ بروح اصالحه ما بصلحش. ما في ناس كده ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هو بقى النوعيه دي يا ولاد. استحملوني خلاني طلعت عن شعوري. استحملوني. ما تكوي يا ماما بقى اهي. شايفين؟ تطلع بخار شويه قد كده وتقوم مكسحه تاني. اجي احط ايدي هتقوم حرقاني. لا شايفين ايدي مره مكان البخار. عليكم اروح احاول اكل الهدوم دي ان شاء الله علقها لهم الكرمشه واعمل فيه مقلب عادي. هو ياما عمل فيها مقالب. يلا بينا نشوف هنعمل ايه كده. تقريبا كده والله اعلم المكوى خلاص باظت، فاحنا هنعيني للدوم. مش لازم نكويها، مش لازم نصلحها يعني، مش لازم. لا تعالوا بقى اوريكم انا هعمل ايه. البلالين وقعت. رحت جبت لك 100 بالونه بحالهم، اكيد مش هحطهم لك كلهم يعني، لسه عندنا مناسبات جايه كتير. يا لهوي انا كاره حياتي بسبب عيالي. بعتلي. وهنا بقى قعدت انفخ في البلالين كده لحد ما نفست قطع حرفيا، لان الولاد كمان كانوا في الدرس فمحدش ساعدني في نفخ البلالين. انا كده افضل انفخ في البالونه، انفخ فيها لحد ما تفرقع في وشي. خلصت كل حاجة ويلا بينا بقى نشوف رد فعل حسام. شوفوا علقنا البلالين ونضفنا غرفتنا زي ما احنا متعودين ومفيش شمع، فانا قررت ان انا اعلق ليد كده ورا الدريسنج. علقت ليد بقى وبس كده. تقريبا كده حسام جه بره. يلا نشوف رد فعله على اللي انا عملته ده كله. خليك عندك بقى يا حور ثواني عشان عايزه ابقى بغمض عينيك يا حسام، عشان انت اديتني بالبوكس في عيني. ما تخاف، مش هرد لك البوكس، ما تخافش. انا رد بيبقى احلى. ما تخافش ما تخافش، انا مش عملت حاجه، دخلت النار. فتح عينيك يا حسام، فتح عينيك. بلالين. ايه رايك؟ حطينا بالونه انا يعني كل ده عشان ضربت البوكس. شفت انا شفت الليد، ما خدتش بالك من الليد. حسام بيحب البلالين قوي على فكره، ان هي تبقى موجوده في اوضه النوم وفي الارض. بس انا ما عملتش في الارض بصراحه، مش ناقصين كركبه. افتحها. ايوه افتح النار. ما شاء الله. ايه رايك؟ شكلها جميل. ايه رايك؟ والله حاجه كويسه. اضربك بالبنيه تجيبي لي بلالين. لا يا بابا هتاخد عليها ولا ايه؟ اسمعيني بقى، المره الجايه تيجي بالشلوط وتجيبي لي اكل. حسام والله فكره ما حلوه. بهزرش. والله فكره حلوه. انا سكت لك بس حبيت ايه اعرفك ان الرد بالحسنى بيبقى احلى. والله والله شفتوا؟ صح يا حور. شوفوا خلاص اصبروا. اعملوا لايك اسكبلور. تضرب مراتك تجيب لك بلالين. حسام تاني تجيب لك الشرطه. حسام انا بعاملك بالحسنى والله. رنيم مش انا بعامل بابا بالحسنى؟ يا ربنا يخليك ليا. ولا انا مركبه السرير ولا والله انا هخش على بابا. خش عليه خد حق امك. ايوه خد حق امك بسرعه. مش عايزه تقول لهم حاجه يا حور؟ اعملوا لايك وسبسكرايب. اضربوه بوم بالبوكس. واعملوا اشتراك في القناه. حسام انا حابه اهدي لك اغنيه وقول لي ايه رايك فيها. لا والله حابب اشكرك مرتين على المجهود اللي انت عملتيه. هتصلحني؟ حقك عليا. طبعا. قول لي انا اسف. لا انا اسف طبعا، اسف. ده ايه ده عمره ما بس ايدي يا ولاد. انا متغاظه منه يا جماعه. حسام انا ههدي لك اغنيه اسمعها. ماشي اتفضلي. والنبي لو جاني بس ايدي كده وترجاني انا برضو هرجع تاني. ما انا بقيت اقبل اعذاره. حد الله ما بيني وبين واحد قلبه ناسيني. اداني البوكس في عيني وكمان هو الزعلان. بس بوكس
وانت مستهون بيه ولا واحده غيرك كانت حبستك يلا. بوكس واحد جيب لي البلالين دي كلها. طب ما خلي بوكس بقى كنت شوف عملت ده انا جبت 100 بالونه بس ما عملتهمش كلهم. لو كنت عملت لك البوكس ده كنت عملت فيه ايه؟ حسام ما تستعوضش بقى لا، حقك عليا كده والله. كتير كده بس والله كتير. فعلا هيخرب بالبوكس فعلا. شكرا يا حسام قطعت لك لا لا, التيشيرت. لا يا حبيبتي مش ولا يهمك. قول لي انا اسف بقى قول لي انا برضه حقك عليا. بصها قول لي انا اسف. تعالى تعالى مش امك كراميه. انا اللي هبط. لا لا يا جماعه شوف انا عملت له عشان بص عملته بالحسن. بوم. كل واحد يضرب بالبوكس تجيب له بلالين. تاني مره تضرب بقى تجيب لك الشرطه. لا يا بابا مش للدرجه دي ما تاخدش عليها. قول له ما تاخدش عليها يا بابا. ما تاخدش اي ابني حبيبي. وبس كده حطوا لايك واعملوا كومنت وبس كده. قرب مني كده.